توقعي البجاحة من أي حد أيا كان مين، ده اللي لازم تعرفيه وانت داخلة 2025 إن شاء الله. توقعي البجاحة من أي حد. لا ده زي أخويا، لا ده زي أختي، عمرها ما تعمل معايا حاجة، لا دي عشرة عمري. اوعي 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 تعملي في نفسك كده. مفيش حق. توقعي اللي كان أخوك امبارح عدوك بكرة، اللي كان أختك اللي كانت زي أختك امبارح وتقولي دي صاحبتي وعشرة عمري، بكرة تلدغك. والله ما تأمنيش لأي حد، ما تأمنيش. ربنا بس هو اللي بنآمن بيه بس. لا مفيش سرك ما تقولي يا صاحبتك ولا مش عارفه مين. فضفضي يا حبيبتي باللي انت عايزاه، فضفضي باللي انت عايزاه، باللي يخليكي ما ايه، يعني ما تقوليش مثلا ايه تخافي من صاحبتك دي بكره بسبب السر ده. سرك مع ربنا، مع ربنا. مفيش حد هيبقى احسن ولا احن عليكي من ربنا يا حبيبتي، والله العظيم. كلمي ربنا. انت مش ساعات بتقعدي بالليل كده بعد الساعه 12 بالليل تقعدي تقولي وتحكي وتفكري؟ طب ما هو تفكيرك ده خليه ربنا، ما هو ربنا عارف انت بتفكري في ايه. بس كلمي بيه، وجهي الكلام ده لربنا. وربنا كده كده سامعك وشايفك وعارف كل حاجه جواك. بس خلي تفكيرك ده لربنا، وجهي كلامك لربنا. ده اللي لازم تتعلميه وانت داخله ان شاء الله على 2025. ده اللي انا اتعلمته في 2024 يا جماعه. توقعي اي حاجه من اي حد. البجاحه كل يوم بتبهرني، كل حاجه قصدي كل حاجه ما بقتش تبهرني خلاص الا البجاحه. الا البجاحه كل يوم بتبهرني اكتر واكتر. يبقى بصوا خلاص يعني مديكي حته، بصوا حاجه كده مش عايزه اقولها، يعني حاجه هتطلع من نافوخك وتقولي انت ازاي تعمل كده. انا ما عملتش حاجه. هو انت ازاي اصلا زعلانه؟ يقولك انت ازاي اصلا زعلانه من الوحش اللي انا عملته معاكي؟ يعني كمان الواحد ايه ما ينفعش، يعني هما يعني دلوقتي بقت الناس تغلط لا وانت لما تزعلي فهم يزعلوا على زعلك. شفتي البجاحه؟ هي دي البجاحه دلوقتي، دي البجاحه بتاعت 2025، البجاحه بتاعت 2024 واللي مكمله معاكي بقيه العمر. ازاي يبقى عامل لك الغلط وزعلان وانت زعلانه منه؟ ازاي بقى انت تزعلي يا حبيبتي؟ انت كده زعلتيه، فاهمين ولا انتوا مش معايا يعني؟ ما تتنازليش عن حق من حقوقك، محدش هيقدر ده. يعني ايه ما تتنازليش عن حق من حقوقك؟ اوعي تتنازلي. حقك كله خديه، ليكي حق خديه كله. ما تقوليش لا معلش مش عارفه ايه، لا والله ولا مش مهم، لا خديه كله. بعد ما تاخديه الحق كله تقولي بقى ايه مش ماشي، انا ممكن بقى ايه، يعني ايه تسامحي، تدي حد حاجه مش يعني حاجه مش عارفه ايه. اوعي تتنازلي عن حق من حقوقك، محدش هيقدر ده يا حبيبتي، والله العظيم ما حد هيقدر ده. حبيبتي ما تحبيش حد اكتر من نفسك، دي مش انانيه، خلي بالكم والله ما انانيه. يعني الواحد كان زمان ممكن يقول اه انت حب النفس انت كده الانا بقى ومش عارفه ايه. لا دلوقتي لا، في 2024 وانت داخله كده على 2025 دي مش انانيه. دي مش انانيه. انت لو ما حبيتيش نفسك محدش هيحبك. انت لو ما قدرتيش نفسك محدش هيقدرك. انت لو قدرتي نفسك وخليتي عندك كرامه، عمر ما حد هيقدر يمسكك على طرف. لما حد يعرف انت ده انت البت دي بتزعل، لا البت دي ما بتحبش على نفسها حد يمسها بكلمه، طبيعي جدا محدش هيعمل كده. لكن لما يعرفوا ان انت عادي وهبله بقى ومش عارفه ايه واي حد كده، هيأذوكي وهيدوسوا على كرامتك ومش هيحبوكي. لا انت حبي نفسك. تقولي طب معلش انا مش مهم النهارده، هعمل كل حاجه بس كده ومحدش يعني مثلا النهارده ايه، يعني مثلا النهارده قومي ظبطي. يعني ايه، انا والله حتى مش عارفه اعمل الكلام ده، الحوار اللي هقولك عليه دلوقتي ده اللي هو مثلا ايه تظبطي شعرك بقى والكلام ده، مفيش وقت. هو الصراحه مفيش وقت، بس انا مضطره اقولك كده لعل وعسى حد يعرف يعمل النقطه دي، ان انت تقومي من النوم تحبي نفسك. يعني ايه ت... ت... تعملي شعرك إيه، تحطي ماسك والكلام ده. طبعا الكلام ده النقطه دي بالذات انشا، انا نفسي مش عارفه اعملها بصراحه. يعني اول هروق البيت ومش عارفه ايه، وفي الاخر العيال ما شاء الله الله اكبر بتكركب، اللهم بارك، يعني كركبوا عادي يعني. فعملت زي ما عملتيش، فما ما فيش، كله محصل بعضه. والعيال طبعا بتكركب كل حاجه، يعني ما شاء الله ربنا يبارك فيهم يكركبوا عادي. فالنقطه دي الصراحه اللي يقدر يعملها يعملها، مع ان في ستات كتير بتعرف تعملها بصراحه يعني. فالله يقوينا. ما تعميش عينيكي عن الاشارات اللي ربنا بعتها لك. زي ايه؟ واحده صاحبتك عملت معاكي لقطه كده مش حلوه، ما تقوليش لا بصي معلش والله التمس لها العذر
ومش عارفه ايه، لا معلش مش مهم يعني هنعديها، عديها، ما قلناش حاجه، عديها. بس تعرف صاحبك وعلم عليه. مش تقولي بقى خلاص علم صاحبك اعرف صاحبك وعلم عليه، خلصت. يعني ايه يعرف صاحبك وعلم عليه؟ خلاص دي عملت معايا لقطة، خلصت. انا مش هديها سر تاني، مش هأمن لها تاني، هكلمها عادي وكل حاجة، بس خلاص ثقة في بينا، نو نو نو، انسي. فاهمين؟ نلتمس العذر للناس، قشطة. حد عمل معايا بردك لقطة كده ولا كده ولا كده، نقول ماشي، نلتمس له العذر مرة. التانية لو حد عزيز علينا قوي يعني. التالتة خلصت. ما نبقاش هبل، ما نبقاش هبل. الناس بقتش عايزه، ما فيش حد هبل دلوقتي والله. بس ما نبقاش هبل، لان في ناس بتفكرنا ان احنا هبل، فاحنا ايه؟ لازم نحاول نفك. واحده هتقولي انا ما بعرفش اعمل كده. صح، عندك حق. احنا في ناس اوقات ما بيبقى الرد مش حاضر، إيه لما بنروح بنقول يا ريتني كنت رديت الرد ده او عملت كده. كلنا بنفكر، كلنا نفس كلنا نفس الدماغ يعني. وفي ناس ما شاء الله عليها بتبقى الرد حاضر، وادي وادي على طول، فاهمين؟ بس لو ما تعرفيش تردي خلاص، انتي ما عرفتيش تردي وما خدتيش موقف، خلاص المره الجايه انتي ما تتكلميش مع الشخص ده زي الاول. طريقتك تختلف، طريقتك تتغير، عشان تحس اللي يعمل كده يحس، ما عشان ما يتمداش فيها بقى. فتمام ولا ايه؟ ما تحطيش امالك كلها على حاجه واحده بس، عشان لما تبوظ ما تضايقيش ولا تزعلي. عادي نحط عين على كذا حاجه. انت نفسك في حاجه معينه اسعي لها. مش مهم بداتي متاخر، المهم ان انت بداتي. مش مهم اللي بيحب حاجه بيسعى له، ما فيهاش حاجه لو احنا اتاخرنا شويه. ما فيهاش حاجه. انا عندك اهو مثلا يعني عامله القناه دي. لا مش هي القناه دي يعني، في كذا قناه كنت عاملاها مثلا من 5 6 سنين لحد دلوقتي ما خلصت شروط القناه. بس انا حابه الموضوع بصراحه، بحب اوقات اصور ومش عارفه ايه. اي نعم بصور، مش عارفه ازاي، انا حاسه ان انا واحده عليا طار. فبس عادي يعني، بحاول اهو، يمكن ربنا يبعت لي الفرصه وابقى اكمل شروط القناه وابقى يوتيوبر مشهوره ان شاء الله يعني. فعادي الواحد بيسعى، وساعات بزعل وساعات ببقى فيش وقت عندي اصور وكده، بس عادي يعني يا جماعه، عادي. فالواحد ما يزعلش. طبعا الواحد عنده فطره ان هو لما بيحصل حاجه تضايقه بيزعل، بس بنحاول بنفوق كده لنفسنا بقى، نزعل شويه ونفوق لنفسنا ونحاول نفرح نفسنا ونكمل اللي احنا بنكمله، ونسعى لحد ما نحقق اللي احنا عايزينه. يا رب الفيديو يكون فاتكم، يا رب 2025 تبقى سنة حلوة علينا جميعا يا رب. يا رب امين يا رب. كلنا نكتب امين كده في الكومنتات. ان شاء الله تبقى سنة خير وبركة وفرح وسعادة. وكل اللي نفسه يتجوز، حد يحب يتجوز، كل اللي نفسه ربنا يرزقه بالذرية الصالحة، ربنا يبعت له احلى بيبي يا رب. ويديلنا كلنا الصحة، ويبارك لنا في اولادنا جميعا يا رب، ويحفظهم يا رب. و... ويديم علينا الستر. بس كده. لو عجبكم الفيديو يا ريت تحطوا لايك وتقولوا لي الفيديو عجبكم ايه او كده يعني. ماشي، يلا باي باي.